ايه رأيكم نعمل مع بعض حاجة حلوة كده؟ مش هتاخد مننا وقت. هنعمل مع بعض كيكة المج من غير زبدة ومن غير بيض، وعايزة اقول لكم مكوناتها بسيطة جدا جدا وهنشوفها دلوقتي مع بعض. يلا بس ندوق كده الحلاوة والجمال ده. هشة وجميلة وغرقانة خالص في الشوكولاتة. بصوا الحلاوة والجمال، بصوا هشة خالص ازاي. يلا بينا نشوف كده الجمال اللي احنا عاملينه ده عاملينه ازاي. انا هنا معايا مج صيني، اي مج صيني عندك. اول حاجة هنزل بمعلقتين من الدقيق، ادي معلقة الاكل العادية او المعلقة المعيارية ديت. ادي تاني معلقة من الدقيق. هضيف عليهم معلقة من السكر البودر، وبنفس المعلقة هنزل كمان بمعلقة كاكاو خام، وذرة من الملح صغيرة خالص، وهنزل بمعلقة الا ربع بيكنج باودر. انا هنا مستعملة بيكنج باودر كوكس. هنحط كده معلقة الا ربع، نحط سنة صغيرة كمان، وهنزل برشة فانيليا. الفانيليا اختياري، لو مش عايزة تحطيها براحتك. المكونات الجافة بقى دي كلها هقلبها، نقلبها كده بمعلقة او بالمضرب. بعد ما قلبنا المواد الجافة هنزل بقى بنفس المعلقة اللي عايرنا بيها المكونات الجافة، هنزل بمعلقة مليانة زيت، وهنزل كمان باللبن. ادي معانا معلقة 2. بالمضرب بقى كده، وهضرب العجينة كلها لغاية ما تبقى عجينة لينة معانا. بصوا حبايبي العجينة سايلة ازاي، ده القوام بتاعها. هفضل اضرب فيها لغاية ما كل الخليط يتكون مع بعضه. انا هنا قلبتها كده تقلبتين بالمعلقة لاني كان فيه مكونات جافة في الحروف بتاعة الكوباية من تحت. انا قلبتها ونزلت الجوانب كده. دلوقتي بقى يا حبايبي بعد ما قلبتها كويس والخليط كله تجانس مع بعضه، انا هنزل بشوية شوكولاتة شيبس كده من على الوش. يلا بقى ناخدها نسويها. هدخلها الميكروويف لمدة دقيقة. وادي يا حبايبي بعد ما طلعت، بصوا الكيكة عالية ازاي. طبعا احنا كنا شايفين الكمية في المج قبل ما ندخله الميكروويف. هو خد بالظبط دقيقة و10 ثواني. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولي لي في التعليقات ايه رأيكم.